أقول لك النهاردة على الوصفة السحرية لكي ينشرح صدرك وتشعر بالرضا. زور مسجد السيدة نفيسة. أيوة، السيدة نفيسة بنت الحسن ابن علي بن أبي طالب، الصوفية العالمة التي نشأت في بيت النبوة وتربت في أحضان العلم والتقى، شرقت سيرتها في مصر حتى أصبح مسجدها ملجأ لكل من يرغب في الراحة النفسية والبركة ويشعر بالرضا. السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها منذ صغرها وهي طفلة وهي فتاة صغيرة كانت تصوم النهار وتقوم الليل. أيوة، ونحلت في المدينة المنورة وهي فتاة صغيرة من العلماء، ومن بينهم الإمام مالك صاحب كتاب الموطأ. كانت بتحج 30 مرة وهي تسير على أقدامها، وألح عليها أهل مصر أن تزورهم في مصر، وبالفعل جاءت في 26 من رمضان سنة 1993 هجرية لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها المضيئة. أول ما جت زارت سيدنا الحسين والسيدة زينب رضي الله عنهما وارضاهما، وأول ما استقرت في مصر ازدحم الناس على بابها، وأصبح مجلسها قبلة للعلماء والمتصوفين وطلاب المعرفة. لكن من شدة الزحام هي قررت أنها تعود تاني المدينة المنورة، كانت عايزة ترجع المدينة المنورة. لكن أمير مصر السري بن الحكم سارع إلى لقائها وقال لها: أنا بهبك داري بدار السباع اللي هو مكان المسجد الآن، فلتجعلي لهم يومين والدار ده دارك. وقعد يرجوها أن تبقى، فبقت في بيتها الجديد بقى حيث يقع مسجدها الشهير. بدأت مرحلة جديدة من التأثير الروحي والعلمي، أصبحت مدرسة ومحراب ومجلس علم. زارها الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الشافعي كان دايما يقوم الناس بالتراويح في مسجدها. السيدة نفيسة شعاع من النور النبوي، ومسجدها فعلا في بركة وفي نور. سئلت يوما عن رأيها في مصر فقالت: لقد أراد الله بمصر خيرا وكفاها شرفا أنه ذكرها في القرآن كما ذكر مكة. أنا عايز أقول لك أفكرك بمسجد السيدة نفيسة. لو كنت متضايق روح هناك وأنت سوف تشعر بالرضا وانشراح الصدر. تحياتي.